النهارده بقى مفيش حاجة طول الأسبوع، معايا أكلات بسيطة وعلى قد الإيد متنوعة على طول الأسبوع. يلا نشوف معانا أول أكل إيه. أول حاجة أنا جبت نص كيلو من اللحمة وطلعت كيس بسلة من الفريزر، وعملت بقى بسلة باللحمة بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان عملت معاها رز بلسان العصفور. يعني شايفوه شوربة بقى اللحمة، طريقتنا سهلة وبسيطة. طبعا كل الأكلات دي موجودة طريقتها على القناة. يلا نشوف تاني أكلة معانا إيه النهاردة. تاني حاجة معانا بقى، أنا جبت بقى كيلو من السمك المشوي وشويته بالبيت بدون دخان، يعني بطريقة سهلة وبسيطة. وكمان عملت معاه رز الصيادية، وكمان دقة السمك. طبعا يعني الطريقة دي أنا برضه عاملاها على القناة معاكم، ممكن تشوفوا الفيديو. طريقة السمك المشوي بسيطة وعلى قد اليد. تالت أكلة بقى معانا، عملت بقى مكرونة بالصلصة محمرة وبالصلصة، وحمرت جنبها طبق من البطاطس وسلقت بيض، برضه اقتصادية وعلى قد اليد. أفكارنا كلها بسيطة وعلى قد الإيد النهاردة. هنشوف الأكلة اللي بعد كده. انا جبت بقى عملت طبعا كان عندي بقى بطايه، عملتها بقى بطريقه بسيطه من غير ما اسلقها، عملتها بقى على البوتاجاز مشويه بطريقه سهله وبسيطه. عملت معاها طبق رز بالشعريه، وكمان عملت معاها صوص جميل جدا بطريقه سهله وبسيطه، برضو جربوها بجد هتعجبكم. يلا نشوف بقى الاكله اللي بعد كده. جبت بقى كيلو من اللبن وعملت طاجن بقى رز المعمر ده، بجد طعمه جميل جربوه. هتجيبي كيلو من اللبن وثلاث كوبايات من الرز، معلقه من السمنه البلدي او السمنه النباتي، وهتعملي احلى طاجن رز معمر مغذي ومشبع لاولادك، وكمان فكره اقتصاديه. شايفين شكل الطاجن عامل ازاي؟ طبعا افكارنا النهارده كلها بسيطه وعلى قد الايد. بس يا ريت بقى لايك بالفيديو، مش بقى في الاشتراك في القناه بقى، بس سيبي لي كومنت يشجعني عشان اعمل لك افكار بسيطه وعلى قد الايد ازاي تمشي بها يومك. شايفين شكل الطاجن عامل ازاي؟ يلا بقى نشوف الاكله اللي بعد كده ونشوف اكلتنا اللي معاها. وعملت بقى هنا كباب حله بالبطاطس، كان عندي حوالي نص كيلو من اللحمه، عملت معاه رز بالشعريه وعملت معاه كباب حله بالبطاطس، ضعفت كميه اللحمه بطريقه برضو بسيطه. فكره برضو اقتصاديه بقى، لو عندك قطعه من اللحمه تجيبي حبتين بطاطس تعملي معاها رز بالشعريه. افكارنا النهارده كلها بسيطه وعلى قد الايد.